السلام عليكم. أستاذ محمد، ازيك؟ ايه لا كده. الأخبار؟ تمام الحمد احنا لله. كده بقالنا قد ايه عاملين العملية؟ احنا كده 9 شهور. 9 شهور. مم. طيب احكي لنا كده، كنت كام كيلو؟ و... وايه المشاكل اللي كانت بتواجهك من العملية؟ خدت قرار ازاي؟ احكي لنا تجربتك كده مع العملية بعد 9 شهور. انا كنت 175 كيلو، ويعني الحالة عندي كانت فيها مشاكل صحية بقى ابتدت تظهر كتير. مشاكل في المفاصل، مم. خشونة، معرض لتغيير مفاصل. عندي التواء في العمود الفقري بسبب برضه محاولة الحركة مع الوزن. احنا سننا صغير جدا يا محمد، تقريبا 35 سنة. 35 سنة. شباب يعني خالص. اه. وكان عندي بردك مشاكل برضو في الدم والحركة والمجهود، ورجيم مم. كتير ما جابش نتيجة، علاجات كتير برضو ما، مم. لحد ما ابتدت الدكاترة ترشح فكرة ان نعمل عملية التكميم. طبعا جيت لحضرتك يا دكتور مم. وتعبتك معايا جدا لا ازاي؟ طول الفترة اللي فاتت من ساعة العملية. يعني أنا حتى جيت كشفت، حضرتك ممكن تكون متذكر، وبعدها وأجلنا شوية، صح؟ بالظبط ايوه. كده. عشان أنا كان عندي مشكلة برضو في الارتجاع في المعدة. أخبار الارتجاعي بعد العملية؟ الارتجاع يعتبر اختفى بعد العمليه، كان العمليه عالجت الارتجاع، مع الحمد ان لله. حضرتك كنت قلقان من النقطه دي، قلت لي اعمل منظار برضك، واطمنت بشكل كامل عن العمليه مش هتبقى فيها مشكله مع الحمد لله. مع الارتجاع. والحمد لله بعد العمليه ما كانش فيها الحمد لله اي مشكله. طب الحمد لله، حتى الحمد لله. اوقات ما بكملش على الدواء المعده بشكل مستمر. والدنيا بس اتحسنت. الموضوع ما كانش فيه مشكله. طب الحمد لله. احنا كام كيلو دلوقتي تقريبا؟ 119. يعني تقريبا خسينا ما شاء الله بتاع 55 كيلو. في رينج كده. كويس ما شاء الله، حلو. الحمد فريق مع لله. حياتك ازاي بقى؟ لا الحمد لله الحركه اختلفت تماما طبعا. النشاط العادي اليومي، الواحد يتحرك يروح شغله يجي، بقت طبيعية. الموضوع نفسه الفكرة نفسها ان الوزن كان كبير، كان مؤيد الحياة بالكامل، يعني طبعا. الحركة والنشاط والمجهود. طبعا كل الواحد بيحتاج شغله يتابعه، متابعة الأولاد. الحياة الطبيعية. بالظبط، كل ده اختلف تماما الحمد الحمد لله. لله. الحمد حابب لله. نفسك من الاكل ولا بتاكل كل حاجة؟ الصراحة باكل كل حاجة بس كويس. بالنسب قليلة جدا. اللي معدتي تسمح لي بيها، لأن خلاص المعدة دلوقتي بتسمح بنسب معينة ما تقدرش تزود عنها. يعني عملية مش حرمان ولا حاجة؟ خالص نهائي. ناكل اللي احنا عايزينه وبننزل في الوزن انا من اول يوم كمان انا يعتبر ما مشيتش على نظام غذائي حضرتك مم. اكيد. بس يعني لا في نزول، ومع ان انا مش ملتزم. الحمد لله. الحمد لله. تقول كلمة واحدة بس، او اكتر حاجة، اكتر حاجة من الحاجات دي كلها اثرت في حياتك او اتغيرت بعد العملية؟ اكتر حاجة فيهم كانت لمساك؟ لا هو الواحد اصلا ما كانش بيتحرك، الواحد ابتدى الحركة. يتحرك طبعا. مم. طبعا الواحد غير كده، الواحد يعني كسب صحته من تاني يعني. بالظبط كده. الفكره كلها ان هو ما كانش موجود صحه، مجهود، حركه، نشاط، ما كانش زيرو يعتبر. بس دلوقتي لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. انت مبسوط؟ الحمد لله خير الحمد جدا. تسلم لله. يا دكتور والله ربنا على يخليك. تعبك، وربنا على يجزيك ايه؟ طبعا على عنه ايه؟ خير جدا. الحمد لله. انا مبسوط ان انت مبسوط. محتاجين عندنا شويه كمان كيلوات عايزين نخسهم ان كده مع شاء شويه الله. رياضه كده ومتابعه، ان شاء الله. وتوصل للوزن المثالي ان وتبقى شاء الحياه الله. احسن احسن ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور تسلم. فرصه شكرا جدا. سعيده بقى. الله ربنا يخليك. يكرمك. شكرا. بس.